السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء قبله ولا شيء بعده. عز كل ذليل وقيادة كل ملهوف وأمان كل خائف. من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا أبا القاسم محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. فقال تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاللهم صل وسلم وبارك وعظم قدر هذا النبي الكريم الرحمة المهداة
والنعمة المزداد، واجزه عنا خير ما جزيت منيا عن أمته يا أرحم الراحمين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد أيها الجمع المبارك، لا شك أن من أعظم نعم الله عز وجل على العباد هو نزول الغيث ونزول المطر. ونعم الله تبارك وتعالى لسنا بصدد تعدادها، فإنها لا تدخل تحت الحصر أو العد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها الإنسان، إنك مغمور بنعم الله تبارك وتعالى من كل حد وصوف، وما بكم من نعمة فمن الله. جميع النعم التي تتقلب فيها أيها الإنسان إنما هي بمحض فضل وكرم وعطاء ونعمة من الله تبارك وتعالى. وهذه النعم تحتاج الشكر، وتحتاج أن يشكر العبد ربه عز وجل، وأن يلتزم أمره تبارك وتعالى فيما خلق له هذه النعم. والشكر في حقيقته أيها الإخوة كما قال أهل العلم: الشكر صرف النعم فيما خلقت له. الشكر أن تصرف النعمة فيما خلقها الله عز وجل لأجله. الله تبارك وتعالى أكرمك بالجوارح، أكرمك بالحواس، أكرمك بالأعضاء، أكرمك بالقلب النابض، أكرمك بالعقل المتوازن، أكرمك بالقدرة على الكلام والنطق، أكرمك بالبصر وبالسمع وبالحواس الأخرى والنعم الكثيرة التي يصعب حصرها والتي يصعب الكلام عنها. وكل نعمة من هذه النعم تنطوي تحتها نعم كثيرة. فإذا عصى العبد مولاه وشرد عن جادة الصواب فإن الله تبارك وتعالى يعاجله بالعقوبة ويرسل له العقوبات التحذيرية والتنبيهية حتى يعود إليه، وحتى يعود إلى رشده، وحتى يعود إلى صوابه، إلى جادة الصواب، ويلتزم أمر الله تبارك وتعالى. نعم أيها الإخوة، الإنسان المادي البعيد عن الله عز وجل بغير المسلمين من الملاحدة والكفرة وغيرهم لا ينظرون إلا إلى الأسباب المادية. عندهم الحياة أشبه بمعادلات رياضية. نعم، 1 زائد 1 يساوي 2. هؤلاء الماديون، هؤلاء المنكرون لوجود الخالق العظيم سبحانه وتعالى. أما المؤمن بالله عز وجل فيعلم أن لكل شيء سببا ماديا جعله الله عز وجل حجة على العباد بين العباد وأمرهم أن يأخذوا به، ولكن جعل لكل شيء سببا غيبيا إلهيا يتحكم به هو سبحانه وتعالى، يتعلق بهذا الإنسان، يدبر الله عز وجل به عباده، ويربي الله عز وجل به خلقه من الناس إعسارا وإيسارا، منعا وعطاء، ضيقا وشدة ورخاء. هذه كلها ابتلاءات تربي الإنسان وتوقظه وتنبهه من أسباب الخلل في حياته. نعم أيها الإخوة، في هذا السياق نقرأ قول الله تبارك وتعالى وكثيرا من الآيات التي تعلم بهذا المعنى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وما أصابكم
العموم على الإطلاق فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كم عفى الله عز وجل عنا، وكم عملنا الله عز وجل على شاكلته، وكم غفر لنا، وكم عفى عنا، ولو أنه يأخذنا بذنوبنا لما ترك الإنسان على وجه هذه الأرض بما يفعل من ظلم، وبما يفعل من تظالم وتقاتل، وبما يفعل من إفساد في هذه الأرض، ولكن رحمة الله عز وجل واسعة، ورحمة الله تبارك وتعالى غالبة على غضبه وانتقامه سبحانه وتعالى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المخيف عن البراء بن عازب رضي الله عنه كما في المعجم الصغير في الإمام الطبراني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من خلجة عرق أو رفة عين إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. نعم أيها الإخوة، هذه القراءة الإيمانية للأحياء ومن أعظم العقوبات ومن أعظم التنبيهات التي يسوقها الرب تبارك وتعالى لعباده قلة المطر وقلة قطر السماء. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين 5 خصال إذا ابتليتم بهن وأعيذكم بالله عز وجل أن تدركوهن. وذكر منها: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. بذنوب الإنسان، بغفلة هذا الإنسان، بتقاتل البشر على وجه هذه الأرض، يستجلبون غضب الله ويستجلبون انتقام الله عز وجل ويستجلبون العقوبات الإلهية. فلننظر في صفحة حياتنا الاجتماعية التي نحياها اليوم، ونرى في مجتمعاتنا، ونرى في واقعنا في هذه المنطقة، في هذه المنطقة، وفي المحرم بشكل عام، لنرى حجم التقاتل الذي يحصل بين الفصائل وبين العشائر وبين العائلات، حجم التقاتل وحجم سفك الدماء وحجم منع الحقوق واغتصاب الحقوق وحجم المصائب التي يجرها علينا الذين لا يخافون الله تبارك وتعالى. فلننظر إلى الظلم في الأسر، فلننظر إلى منع الحقوق ومنع الزكاة، فلننظر إلى منع الميراث، فلننظر إلى شتى أشكال الظلم التي نراها والتي يتقلب فيها مجتمعنا يمينا وشمالا، ثم بعد ذلك لنرى أن الله عز وجل لن يظلمنا أبدا، ولنعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى يغفر لنا ويعفو عن كثير من أفعالنا ولا يحاسبنا على أفعالنا، بل يسوق لنا التنبيهات كما قلنا. نعم أيها الإخوة، المطلوب منا في هذه اللحظات وفي أمثال هذه الأوقات أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، معلمنا وأستاذنا عليه الصلاة والسلام الذي كان يستسقي الله تبارك وتعالى في أيام البحر والجد، ويتخذ من هذه الأيام وهذه المواقف يتخذ منه درسا يعلمه لأصحابه أن يتوب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، أن يستغفر الإنسان ربه، وأن يطلب العفو والمغفرة من الله تبارك وتعالى، وأن يتوازى ذلك مع أداء الحقوق وإرجاع الحقوق إلى أهلها ورفع المظالم وإبراء الذمم وفك الرقاب مما يوبقها عند الله تبارك وتعالى ويفقدها عند الله عز وجل من حقوق العباد التي تتعلق برقبتك. أن نتقي الله تبارك وتعالى
المسجد توبة صالحة صادقة لله عز وجل لا نطلبها أبدا، ليرضى الله عز وجل منا صدقا في الإقبال عليه وصدقا في الخروج من الحقوق وإبراء الذمة، أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن نستغفره وأن نطلب منه العفو والمغفرة والسماح. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وما لكم لا ترجون لله وقارا. نعم أيها الإخوة، أمر الله تبارك وتعالى سنة الله عز وجل في عباده أن يبتليهم بهذه الأمور حتى يعيدهم إليه وحتى يرجعهم إليه. نعم، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي وأن يدعو الله عز وجل. فلما انتقل نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن سيدنا عمر بن الخطاب وقف خطيبا في أيام القحط فقال: يا رب إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي إليك اليوم بعم نبينا العباس. كان من دين سيدنا عمر ومن هدي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أمثال هذه الأوقات أن يستدعي سيدنا العباس بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه الاستسقاء والدعاء. نعم، وإنا نستسقي إليك اليوم بعم نبينا فاسقنا. قال في مستوفي. نعم أيها الإخوة، تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة النصوح وبالإقبال على الله عز وجل وبإبراء الذمة وبرد الحقوق والمظالم وبالصدقات التي تطفئ غضب الله تبارك وتعالى. الصدقات، الصدقة وإنفاق المال وبذل المال في سبيل الله عز وجل مما يطفئ غضب الله عز وجل ومما يبعد ويرفع غضب الله تبارك وتعالى. نتقرب إليه كذلك بالصيام كما ورد عن كثير من السلف في أيام القحط والجد، ثم نستسقي الله تبارك وتعالى بصلاة الاستسقاء المعروفة المسنونة عنه صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله تبارك وتعالى سنؤدي هذه الصلاة في الجمعة القادمة بعد أن نقوم بهذه الأشياء التي ذكرناها من توبة إلى الله عز وجل ومن رد للحقوق ومن صيام وإقبال على الله تبارك وتعالى وإكثار من الاستغفار حتى يرحمنا الله تبارك وتعالى. وقبل كل ذلك الإقلاع عن المعاصي. إذا كنت مؤمنا منغمسا في معصية فقف عن هذه المعصية. يا من تشير سلاحك على أخيك المسلم، إذا كنت في معركة فأوقف هذه المعركة، أوقفها لله، فإن هذا القائد الذي يقول لك اذهب إلى المعركة الفلانية لتقتل إخوانك لن يخلص عليك بيد الله تبارك وتعالى. سيأتي يوم القيامة فردا إلى الله، سيأتي إلى الله وحيدا ويسأل بلا عسكر وبلا سلاح وبلا قوة وبلا شيء، سيأتي مجردا ضعيفا عبدا أمام الله عز وجل. فلا تخافوا أكثر من مخافتك من الله تبارك وتعالى. اتق الله عز وجل، اتق الله تبارك وتعالى في المستضعفين، اتق الله عز وجل في دماء المسلمين. وهذا كلام لكل من يحمل السلاح ولكل من وضع في هذه المواضع وفي هذه المواقف أن يتقي الله تبارك وتعالى. فإذا عجزت وصعب عليك الأمر فاترك هذا السلاح وعد إلى بيتك، عد إلى بيتك، عد إلى أبنائك، وقل يا رب لن نخوض في دماء المسلمين، لن نخوض في دماء المسلمين من أجل مغنم ولا من أجل معبد ولا من أجل غنيمة ولا من أجل نفوذ ولا من أجل قائد فلان أو الفلاني، فإني أخاف الله تبارك وتعالى
لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. نعم أيها الإخوة، وقت الحقوق والحفاظ والمحافظة على عصمة الدماء وحرمة الدماء وإبراء الذمة أمام الله والإقبال على الطاعة والاستغفار هي أبواب وأسباب استجلاب رحمة الله تبارك وتعالى والإلزام الغيب على أراضينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغير هذا الحال وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فيا فوز المستقيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم اغفر لنا تحب وترضى وخذ لنا سيف الذكر والتقوى واجعل موطنا عونا على طاعتك وبركاتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ونرفع الله تبارك وتعالى اليك في هذه الساعه نساله ان تكون ساعه الاجابه. اللهم فرج الهم كاشف الغم وجبت عن المضطر وحال الدنيا والاخره ورحيمهما. انت رحمتنا فارحمنا ورحمه الله عن رحمه وسواك. نسالك فضلا طيبا ورزقا واسعا وصحبا جميلا ومعافاه من البلاء. نسالك تمام العافيه نسالك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. اللهم كن لعبادك المستضعفين يا رب العالمين. اللهم كن لعبادك اخواننا المجاهدين في غزه وعموم فلسطين يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم ووحد صفهم. اللهم سدد رميهم ووحد صفهم واربط على قلوبهم. اللهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وشاف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم وسع عاليهم. اللهم وسع عاليهم واطعم جائعهم. اللهم وارحم صغارهم وايتامهم واراملهم يا رب العالمين. اللهم عليك بقضيه الشام فانه لا يعجزك. اللهم عليك بقضيه الشام فانه لا يعجزك يا رب العالمين. اللهم انه قد طغى في البلاد فاكثر فيها الفساد. اللهم فصب عليه من عندك سوط عذاب انك لبالمرصاد. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا غدقا مجلدا طبقا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحجب الدعاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تمنع القطر من السماء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي توجب وتنزل النقم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ذلنا. اللهم غير حالنا هذا الى احسن حال. اللهم غير حالنا هذا الى حال ترضاه عنا يا رب العالمين. اللهم اصلح اهل الشام يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح ولاة امورنا يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة المجرمين الظالمين المعتدين فانهم لا يعجزونك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم